تعرفي لو انت عندك نص كيلو لحمة وحطيتي عليهم لحمة مفرومة، وحطيتي عليهم معلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة صغيرة ممسوحة فلفل اسود، ومعلقة ملح، ومعلقة بابريكا، ويا ريت تبقى مدخنة، ومعلقة بصل، وثلاث معالق بقسماط ناعم، ومعلقة صلصة اللي هي معجون الطماطم، ونزلت بيهم بكل المكونات دي على اللحمة المفرومة بتاعتك. وكمان هننزل عليها ببصلة مفرومة ناعم ومش معصورة بالمية بتاعتها. طبعا انت بتقولي هعمل كفتة، لا مش هعمل كفتة خالص، انا هعمل لك وصفة هتنفعك جدا جدا في العزومات، وخصوصا ان احنا في رمضان، وهتبقى حلوة معاكي وهتشرفك على سفرتك. هنقلب بقى كل المكونات دي كلها، وهاخدها على المفرمة او على الكبة، وانعمها اخليها تبقى فيها خيوط كده تتسمر. انت لو الكبه بتاعتك ما بتستحملش اللحمه، ما تنزليش بالكميه كلها مره واحده، وخلي الجزار يعملها لك على مرتين. يلا هنزلها بقى على الكبه، وهنديها لفه كده حلوه عشان تتسمر. مش هقول لكم انا هعمل ايه الا لما اخلص، عشان تفضلي متابعاني وتشوفي العزومات اللي هتعمليها في رمضان. الوصفة دي تشرفك جدا، وهتبقى احلى من الكفتة اللي احنا خلاص اعتدنا عليها في كل عزوماتنا، لازم طبق الكفتة التقليدي. لا، النهاردة هخليكي تعملي حاجة ولا احلى من كده وبأقل التكاليف. طبعا كمية اللحمة بترجع لامكانياتك وعدد الافراد اللي هياكلوا. انا عملت النهاردة نص كيلو عشان اوريلك ان هي بأقل التكاليف هتقدري تعمليها. هنعملها بقى في الكبة ونضربها ضربة كويسة كده لغاية لما تتسمر. بص بقت مسمغة، وانا بضربها حطيت لها نص باكو بيكنج باودر. لو انت هتعملي كيلو حطي الباكو كله. بصوا لما بتضغطي عليها عاملة ازاي، دي التسميغة. ولما بتفتحيها كده بصي مشعرة. انا عايزة قوام اللحمة كده. هركن اللحمة دي دلوقتي على جنب، وهعمل الحشوة. هي لغاية دلوقتي الوصفة ممكن تتعمل باللحمة بس من غير اي حشوات، بس انا هعملها بحشوة عشان تطعمها وتديها قيمة غذائية أعلى، وخصوصا إن أنت هتعمليها في عزومة، فعشان تبقى الوصفة بتاعتك حلوة وغنية بالفيتامينات. يلا مع بعض بقى نشوف هنعمل الحشوة إيه، عبارة عن إيه. هاتي بقى طاسة أو أي حلة عندك، وانزلي بمعلقة سمن أو قطعة زبدة عليها شوية زيت، وهاتي معاكي أول ما تسيح معلقة صغيرة توم. الوصفة بتاعتي عايزة التوم عشان تبقى النكهة جميلة. اول ما بيسيح بقى بنزل بالتوم، انا مش عايزاه يتحمر على فكرة. اول ما يفك كده هنزل بايه بقى. انا النهاردة هعملها بمشروم. المشروم انا مقطعاه قطع صغيرة، ما بسيبهوش صفير. وهنزل بقى بكل المشروم بتاعي كده، واقعد اقلب فيه عشان يبقى مستوي معايا وحلو. ولو نزل اي سوائل هسيبه لغاية لما يشربها. انا مش عايزة الحشوة يبقى فيها اي سوائل عشان الوصفة بتاعتي مظبوط. اسيبها بقى على النار كده، وهرش عليه رشة فلفل صغيرة، رشة فلفل اسود صغيرة كده مع الثوم بقى، ومعلقة السمنة او الزبدة اللي انت بتعمليها هيديكي نكهة جميلة قوي قوي قوي. هنفضل نقلب فيه لغاية لما يدبل. المشروم ما نزلش معايا سوائل، فانا هحط له حبة مية صغيرين خالص، وهقلبه عشان اضمن ان هو يدبل او يستوي خالص معايا، يبقى في الوصفة حلوة. بصوا
هو اول ما يشرب بقى الميه دي انا هقفل عليه. انا هنا هحط الحشوه مشروم، انت تقدري تحطي بسله وجزر، تحطي اي ميكس جبن، اي حشوه انت بتحبيها، مع الفلفل طبعا الالوان وكده بيديها طعم حلو ونكهه حلوه. انا مش عايزه اقول على اسم الوصفه عشان انا عايزه ابهركم في الاخر وتقولوا لي ساعتها ان الكفته نعملها بس في العزومات. لو عملنا الوصفه دي هتبقى تحفه، وهتبقى السفره بتاعتك متشرفه وطبق باقل التكاليف. خلاص هو كده استوى ودبل معايا، حط عليه وهنروح نعمل بقى اللحمه المسمنه، نشوف هنعملها ازاي. معايا بقى استرتش فردته. ممكن لو ما عندكيش استرتش تجيبي كيس من الاكياس بتاعه التلاجة الكبيره وتقصيها وتفرديها، وهنزل بقى على الاسترتش بشويه زيت كده حلوين عشان اللحمه بتاعتي ما تلزقش فيه، وهفردها بقى خالص عليه بحيث ان يبقى سهل ان انا انزعه من على اللحمه بعد التسويه. هنزل باللحمه على الاسترتش بس هقسمها كده. بصوا هخلي جزء من اللحمة مش هنزله. ليه؟ هنعرف دلوقتي انا بعمل كده ليه. وهنفرد اللحمة بتاعتي مستطيل حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين اول قطعة لحمة اللي هي الاكبر انا عملتها مستطيل وسويت الاحرف على قد ما قدرت يعني بالطريقة دي. معايا بقى المشروم اللي احنا كنا عملناه مع بعض، والجزء بتاع قطعة اللحمة دي اللي انا سايباها هنزل عليه بالمشروم وهقلبه كويس جدا. هقلبها بقى كده معاها. انت ممكن تستبدلي المشروم بميكس جبن بفلفل الوان، وممكن خضار بسله وجزر براحتك خالص. انا هخلي بقى العجينه كلها كده فيها المشروم، وهوريكم بقى هننزل على العرق بتاعنا ده بقى. ما احنا ما بنعملش كفته، احنا هنعمل عرق تريبيانكو الكداب، اسمه رول اللحمه. رول اللحمه بالخضار، رول اللحمه الساده، هيشرفك في العزومات وهيبقى في الطبق كده على وسط السفره احلى من الكفته 100 مره. نزلت بقى باللحمة اللي عليها المشروم وبعملها كده. بعملها ليه كده؟ ما عملتهاش حطيتها عليه في النص عشان لما اجي الف الرول يبقى كل اللحمة فيها من المشروم بتاعي من الحشوة، ويطلع معاكي حلو وجميل. وتقدري وانت بتلفي بتفرزي العجينة تدهني ايدك شوية زيت كده خفاف عشان تساعدك في ان هي ما تمسكش في وش في ايدك. يعني حتى لو لابسة جوانتي او كلابس لازم برضو دهنة الزيت الخفيفة دي. زي ما انتوا شايفين بقت كل اللحمة فيها جزء من المشروم. هنضغط بقى كده. بصي قفلي بقى كده عشان ما يبقاش فيه فراغات وانت بتقطعيه يتفتح منك. ونعمل كده ونلف تاني كده. شايفة اهو. قفلي كده كويس عشان ما يبقاش فيه فراغات معاكي يا ست الكل. واهو برضو هنشده كده ونقفل كده اهو. طبعا كمية اللحمة بترجع لك انت. ممكن تعملي الوصفة دي بكيلو بنص كيلو زي ما انا عاملة. انا عاملاه النهاردة بنص كيلو عشان عايزة اوريكي ان هو ممكن يتعمل باقل التكاليف والله، ويبقى مشرفك في اي عزومة. وهنرجع نعمل بقى اللفة الاخيرة. اضغطي بقى كده كويس اهو. هقلبه بقى كده. عايزة اقفله، ما ينفعش يبقى كده.
لازم تقفليه كويس الحروف بتاعته زي ما انا بعمل كده، واي باقي اجزاء زي المتشققه كده بضمها وبداريها خالص عشان ما يفتحش معاكي خالص، ويبقى معاكي اخر حلاوه وجمال ويشرفك زي ما قلتلك في العزومات. شايفين بعمل ازاي؟ مش عايزة الخطوط دي تبقى فيه، عايزاه يبقى املس وناعم ومفيهوش التشققات دي خالص. وانت كل ما تضربي اللحمة في الكب او الخلاط وتنعميها مش هيطلع معاكي حاجة الا ناعمة وكويس جدا، وهتتدارى في التسوية كمان. زي ما انتوا شايفين الجزء ده عندي اتخن شوية. تعملي ايه؟ ما احنا عايزينه بقى يطلع متظبط. بضم كده كده واقفل كده عشان عايزة كله يبقى القطع تطلع كلها زي بعض بالظبط. حلو كده الكلام. هلفه بقى يا حلوين كده مع بعض بقى اهو. يلا هنلف بقى ونسمي على الرسول. يلا عشان هنسويه اهو. بس كده قفلته. هجيب الاسترتش التاني كده عليه، وعارفه لفه البونبونايه ان الحرف ده يبقى عكس الحرف ده خالص وما ندخلوش هوا. وهنقعد يا ست الكل بس بعد ما هعمل الحركه دي نفرد تاني كده، ما نخليش الحروف مكلكعه. بنفرد الاسترتش كويس ونعمله عكس بعضه كده، واحدة عكس التانية. خلاص هنعمل ايه؟ هنمسكه بقى كده اهو. انا بضمه كده. بصي كل ما بتضميه بيصعد، وتروحي بقى ايه ربطاه من هنا عشان نضمن ان مفيش اي ميه تخشله. نبقى مقفلين عليه كويس جدا. ومن هنا اهو. هسكت بقى؟ لا، هجيب استرتش فويل. لازم اقفل عليه كويس قوي واضمن ان مفيش اي ميه تخشله. لما بتيجي تلفي الاسترتش بتلفي تخلي الناحيه اللي بتلمع لجوه. الفويل لما بتيجي تلفيه بتخلي اللي بيلمع هو اللي جوه كده يا حبيبه قلبي. بصوا كده، اللي بيلمع هو اللي جوه عشان اللي بره ده مش صحي. واحنا كده كده لافين عليه الاسترتش، والاسترتش ده غذائي ما فيهوش اي ضرر. وانت بقى بتقفلي قفلي بقى ايه، لف بقى كده واضغطي اهو كمان اهو. نضمن ان هو بقى زي الفل معاك. ونرجع نعمل لفة البونبوناية تاني كده. بنقفلها كده، دي برضو بنقفلها كده. خلاص بقى كده جميل وجاهز. وانت بتعملي الاكل بتاع العزومة هتنسيه. هو كده بقى معايا العرق الترمبيانكو او رول اللحمة المفرومة بالخضار. هنسويه ازاي؟ هجيب بقى الحلة نصها او صينية فيها نصها مية مغلية، واحط العرق ده او الرول ده في قلبيها تلت ساعة. هقلبه على الناحية التانية. يلا مع بعض نحطه في قلب المية. المية بقى المغلية بتاعتي، وبشوف صينية تكون مناسبة ليه او حلة براحتك خالص. عندك غطا هتغطيه، لو الغطا مش مناسب هتقفلي عليه بالفويل زي ما انا هعمل كده.
زي ما اتفقنا هتحطي اول تلت ساعة على ناحية، وبعد كده التلت ساعة التانية بتفتحي الغطا بتاع الفويل او غطا الحلة اللي هتبقي حاطاه عليه اي غطا، وتقلبيه على الناحية التانية. لقيت المية قلت ومش هتبقى جايبة نصه زي اول مرة، زودي مية مغلية. زي ما انتوا شايفين معايا بقى صينية او طاسة حاطة فيها زبدة على شوية زيت، وده القمر بتاعنا بعد ما استوى. لازم احمره بقى واديله اللون الجميل بتاع الرول او العرق اللي بنعمله النهاردة. بصوا جماله، انت تقدري تعمليه اتخن من كده، رفيع براحتك خالص، وانت بتقطعيه برضو السمك اللي على كيفك. تسخن معاكي الزبدة مع الزيت. انا ليه بحط زيت على الزبدة؟ عشان المرطة بتاعتها ما تحرقش الاكل، ما يبقاش فيه فتافيت غامقة كده ويبقى مش حلو خالص. هننزل بقى بالقمر ده، وزي ما قلت لازم الصينية او الطاسة تبقى على مقاس، ما ينفعش يبقى حرفه طالع عن الطاسة، هيتكسر منك والوصفة والاكلة هتبوظ. وهنقلبه بقى لما يحمر واوريهولكوا في الاخر هيبقى شكله ايه. زي ما انتوا شايفين بعد ما اتحمر لونه يعني هو بيتكلم عن نفسه. رول لحمة جميل هيشرفك في العزومات بتاعتك. كل سنة وانت طيبة. هنقدمه مع ايه؟ مع شوية رز بسمتي، رز بالخلطة. ممكن تعملي له فرشة في السيرفيس وتحطي بطاطس شيبسي مع خضار سوتيه، او الخضار بنجيبه ونقطعه وندخله الفرن مع رشة زيت خفيفة وملح وفلفل وبيطلع، وبتحطيه. بس طبعا انا مش قادرة اقطعه عشان هو سخن. اول ما هيبرد هنقطعه مع بعض ونشوف حلاوته وجماله وازاي هيبقى مستوي ولونه حلو. وعرق عرق تريبيانكو ده، ولا مش عرق تريبيانكو؟ لا مش عرق تريبيانكو، ده رول لحمة مفرومة بديل العرق التريبيانكو. يلا بقى نستنى لما يبرد وهقطعه معاكم. زي ما انتوا شايفين لما برد قطعته. بصوا انا عايزه اوريكم الجمال والحلاوه. بصوا جميل جدا والسوا بتاعه مظبوط، وانا عشان حطاله مشروم طالع اللون ده، لكن انت لو حطيتيله فلفل الوان او ميكس جبن هيطلع معاكي، او خضار بسله وجزر، اي تشكيله خضار هتبقى معاكي حلوه قوي. السيرفيس مليان، هيبقى مشرفك على السفرة. وسيبينا بقى من موضوع ان احنا كل ما يبقى عندنا عزومة نعمل طبق الكفتة ده، لا نخرج منه وبرده بنفس التكاليف، مش بكلفك حاجة. لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير وكومنت حلو منك كده يفرحني. يلا بقى نصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اقول لكم ايه؟ باي باي.